وممكن يكون في نظرية تحل كل حاجة. ممكن عادي. طب إيه هي؟ اسأل الكون يجاوبك آريان. أول حاجة بس عاوز أوضح، الحلقة دي معمولة للناس اللي فاهمة ميكانيكا الكم والنسبية، بس ممكن أي حد يتفرج عليها برضه. ولو مش فاهمها قولي في الكومنتات ايه سؤالك وهيجاوبك قولي. لو جينا نبص على نظرية النسبية العامة هتلاقيها بتفسر حاجات كتير عن الأجسام الكبيرة، بس بتيجي عند الأجسام الصغيرة وتنهار. ويجي العلماء ويأسسوا نظرية ميكانيكا الكم، برضك بتفسر حاجات كتير عن الأجسام الصغيرة وبتيجي عند الأجسام الكبيرة وتنهار. طب ليه ما يعرفوش يجوا جنب بعض للدرجة دي؟ نفهمهم الأول. النسبية دي اتأسست عام 1915 على يد أينشتاين. قالك إيه بقى؟ إن نيوتن كان مخطئ في تفسير الجاذبية بشكل دقيق، لكن معادلاته كانت صحيحة. لأن نيوتن كان بيحسب إن الجاذبية هي قوة، لكن لا، الجاذبية في الأساس عبارة عن إن الأجسام بتتفاعل مع نسيج اسمه نسيج الزمكان، وبتعمل انحناءات فيه. اتخيل معايا، جبت قماشة وحطيت عليها في النص جسم تقيل، وجبت أجسام صغيرة وحطيتهم على الجوانب بتاعة القماشة، هتلاقيهم بيتوجهوا للجسم الأكبر. وده بيحصل للكواكب زي الصورة دي. طب إيه هي ميكانيكا الكم؟ النظرية دي بيسموها النظرية الملعونة لأنها بتوقع المنطق. يعني يعتبر كده فيها 1+1 ما بيساويش 2. مبدأ اسمه عدم اليقين بيأكد إن عالم الكم مش زي عالمنا. والعلماء بيكرهوها أصلا لدرجة إن شرودنجر اللي هو ساهم فيها قال أنا آسف إني ساهمت في النظرية دي، وبعد كده ساب الفيزياء وراح للأحياء. وأينشتاين ساهم فيها وبعد كده كان كل أمله في الحياة إنه يوقع النظرية دي. والنظرية دي بتتكلم عن إن الإلكترونات مش جسيم بس، لأ دي كمان جسيم وموجات. أثبتت بتجربة الشق المزدوج زي الصورة اللي قدامك دي. وده ما ينفعش في المنطق بس ينفع في ميكانيكا الكم. وكمان بتقول إن الجسيمات دي ممكن تكون في أماكن مختلفة في نفس الوقت. طب ليه النظريتين دول ما ينفعوش مع بعض؟ قبل ما نعرف ليه، انزل اعمل لايك وفولو ناو. واحد، عندك إن ميكانيكا الكم بتستخدم في تفسير النظريات بتاعتها والمعادلات إنها بتستخدم الزمن النيوتني. يعني إيه زمن نيوتني؟ نيوتن كان بيحسب إن الزمن مفيش حاجة بتأثر فيه وإنه ثابت. لكن النسبية العامة تستخدم الزمن كبعد رابع واسمه الزمكان. وعمك أينشتاين بيعامل الزمن إنه ديناميكي وبيتفاعل مع الأجسام. لو الجسم ماشي بسرعة الزمن بيبطأ زي كده فيلم انستيلر. بص على الصورة دي، هنا في تعارض بين الاتنين وبيدوا نتائج غير منطقية لما بيندمجوا زي إلى من النهاية وصفر وحاجات غريبة كده. اتنين، ميكانيكا كم لكل حاجة في مجال بينقل. يعني ايه؟ يعني يا باشا الضوء مثلا محتاج فوتونات عشان ينقل الضوء، والقوة النووية الضعيفة محتاجة بوزونات، والقوة النووية القوية محتاجة غلونات. طب لو عاوزين إننا نحط النسبية يبقى محتاجين حاجة تنقل قوة الجاذبية، مع إنها مش قوة أصلا. بس إحنا بنتكلم هنا عن ميكانيكا الكم. العلماء قالوا إن إحنا مش نعمل جسيمات نسميها جرافيتون، بس عشان تليق على جنان ميكانيكا الكم محتاجين حبة خصائص مجنونة كده. يعني مثلا إنه ملوش كتلة، وسرعته بتساوي سرعة الضوء، وصعب نرصده عشان ضعيف التأثير، وليه خاصية اسمها spin equal to عشان بتلف في اتجاهين. وده ما اكتشفش، خد بالك، وهم جربوا يحطوا قيم افتراضية وبيطلع معاهم نتائج غير منطقية في المعادلات زي إلى ما نهاية وأصفار. وأسباب كتير بتخلي دمج النسبية مع ميكانيكا كم صعب جدا ويكاد يكون مستحيل. طب إيه الحل؟ إحنا عايزين ندمجهم ليه أصلا؟ إحنا عايزين ندمجهم عشان نعرف إجابات كتير زي بيحصل إيه للأجسام لما تدخل في ثقب أسود،
أو إزاي الكون اتوسع في لحظة الانفجار العظيم. الحل إن إحنا نبني نظرية اسمها الأوتار الفائقة، ودي يا باشا مفهومها إنك لما تيجي تبص على المادة وتعمل زوم تلاقي جزيئات، تعمل زوم هتلاقي ذرات بتدور حواليها إلكترونات، وتعمل زوم تاني على النواة هتلاقي بروتونات ونيوترونات، وتعمل زوم، عارف إن بقالنا كتير بنعمل زوم وإحنا آخرنا أصلا ميكروسكوب 0.02 نانو متر بس، قربنا. تعمل زوم على أي واحدة فيهم هتلاقي كواركات، وتعمل آخر زوم هتلاقي الأوتار. طب دي عبارة عن إيه؟ مش نقط زي ما احنا فاكرين، لأ دي أوتار من الطاقة زي أوتار الجيتار بتتهز زيه، ودي بتهتز بالطول والعرض، وعشان تدينا نتائج معقولة في المعادلات محتاجة من 10 ل11 بعد، واحنا مش عارفين غير 4 بس، اللي هما الطول والعرض والارتفاع والزمن مع المكان. يا عم احمد ربنا، دول كانوا 24 بعد قبل ما ندمج النظرية مع التناظر الفائق. طب لو كله بيهتز، يبقى إزاي في جسيمات مختلفة زي فوتونات وجرافتونات زي ما بيقولوا؟ بيقولك بقى إن طريقة هز الأوتار بتدي الخصائص بتاعت الجسيمات، يعني الكتلة والسبين، الشحنة والكلام الجميل ده كله. بص كده على الصورة دي، النظريتين شغالين بشكل مستقل، لكن الحل النهائي غالبا محتاج نظرية أعمق زي الأوتار، ولسه العلم موصلش ليها بشكل تجريبي. سلام. اسأل الكون يجاوبك عليه. المصادر تحت.